اهلا بيكم حبايبي الغاليين طلاب الصف الثالث الاعدادي. معاكم عوض فاضل مستر الدراسات الاجتماعيه من منصه نتعلم التعليميه. يلا بينا نبدا حصتنا. النهارده بقى يا شباب هنشتغل جغرافيا. احنا خلصنا الترم الاول الوحده الاولى من الجغرافيا اللي هي كانوا الثلاث دروس التقال اللي هم قارات العالم، اللي هم درس التضاريس ودرس المناخ والاقاليم المناخيه. وزي ما قلت لك احنا لما نكون خلصنا الوحده الاولى انت شبه خلصت 90% من منهج الجغرافيا. ليه؟ عشان زي ما انت شايف الوحده الثانيه برضه هي هم 3 دروس، بس 3 دروس لزاز ما فيهمش اي مشاكل. الدرس الاول بقى لذيذ جدا 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 وفيه معلومات لذيذه واول مره حضرتك تسمعها. الدرس اسمه ايه؟ اسمه السلاله البشريه. مستر مبدئيا كده هو يعني ايه سلاله بشريه؟ السلاله البشريه يا باشا باختصار يعني نوع من الانواع. يعني مثلا كده احنا كبشر لينا انواع، ما بنقولش بقى في لغه الجغرافيا انواع البشر، بنقول ايه؟ سلالات البشر. سلاله هي كلمه نوع عشان بس يكون الكلام واضح وتكون فاهم كل كلمه. يبقى معنى كده ان سلاله يعني نوع. طيب يعني ايه كلمة سلالة بشرية؟ سلالة بشرية حبيبي يعني هم مجموعة من البشر بيتشابهوا في صفات خارجية. يعني ايه بيتشابهوا في صفات خارجية؟ يعني مثلا لو انت عايش في مصر هتلاقي تقريبا المصريين كلهم نفس الشكل، نفس الهيئة، نفس الوضعية، تمام؟ طيب لو بصيت مثلا في جنوب افريقيا او في وسط افريقيا تعرف كده اللي احنا بنسميه الزنجي، اللي هو ايه؟ بيكون البشرة سوداء والشعر مجعد يعني خشن جدا، بيكون ليهم ايه؟ صفات معينه، بيتشابهوا في حاجات معينه. عشان كده اقدر اقول لك ان يعني ايه، انا هو لسه في العنوان، يعني ايه سلاله بشريه؟ سلاله هم مجموعه من البشر بس بيتشابهوا في خصائص معينه. ايه هي الخصائص؟ اللي هو الشكل الخارجي، يعني لون البشره، الطول، الشعر، العيون، هو ده التشابه في الصفات الخارجيه. احنا يا حبيبي ما عندناش تشابه في الصفات الداخليه، يعني ما بنتكلمش عن نسبه الذكاء ولا نسبه الغباء ولا نسبه اللي بيفهم، لا مالناش علاقه. السلاله او درسك النهارده هو بيتكلم عن الناس اللي شبه بعض في الصفات الجسميه الخارجيه، لون البشره، الشعر، العيون، هو ده يا باشا ايه؟ درسك. تمام؟ تعالوا كده يا شباب نتكلم على ايه؟ اول جزئيه في الدرس اهي، زي ما قلت لك يعني ايه سلاله بشريه. اهو السلاله البشريه زي ما انت شايف معايا اهو، مجموعه بشريه بتعمل ايه؟ بتتشابه. مالها؟ بتتشابه اهو، بتتشابه في الصفات الجسميه الخارجيه. يعني ايه يا مستر بتشابه في الصفات الجسميه الخارجيه؟ يعني زي ما قلت لك في الشكل الخارجي فقط. في الشكل الخارجي ايه؟ في الشكل الخارجي فقط. يبقى يعني ايه كلمه سلاله؟ سلاله يا مستر يعني نوع البشر. طيب السلاله البشريه دي تعرفها ايه؟ مجموعه من البشر اللي بالبلدي اللي شبه بعض، اللي متشابهين. عشان كده بنقول السلاله البشريه هو مجموعه بشريه بتتشابه في صفتها الجسميه. يعني صفتها الجسميه يعني صفتها الخارجيه، يعني ليك باللي انت شايفه من بره، ملناش علاقه بالداخل، ملناش علاقه بالجوهر. مستر الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل يا باشا، تعالى بقى افهمك بالراحه كده معايا بدايه الدرس. مبدئيا كده العالم اتكون بعد عصور مختلفة. بعد عصور جالها فيها العصر المطير، وبعد كده الدنيا خربت تاني، وبعد كده حصل لك زلزلة وصخور وقعت وبلاد وقعت وبلاد نامت، لغاية ما آخر عصر ظهر عندنا اللي احنا عايشين فيه حاليا في لغة الجغرافيا اسمه عصر البلايستوسين. اسمه عصر الايه؟ اسمه تقيل شوية، البلايستوسين. عشان كده بنقول ان البلايستوسين ده اخر عصر، يعني بالبلد العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه حاليا ده كان من بداية كده بداية الايه؟ البلايستوسين. كده عرفنا تعريف السلالات البشرية. مستر السؤال بقى لينا،
السلالات البشرية دي ظهرت امتى؟ يعني من امتى بدأنا نعرف ان الناس ليها انواع، او الناس زي ما حضرتك قلت لي سلالات؟ الكلام ده ظهر امتى؟ او الانسان اصلا ظهر امتى؟ عايز اقول لك على حاجة، معلومة كده بسيطة. الكون ده عشان اتكون على فترات عصور كتير جدا. تمام. اخر عصر فيهم اسمه عصر البلايستوسين. اسمه عصر الايه؟ البلايستوسين. في اواخر العصر ده بدأ يظهر مين؟ الانسان. الانسان يا باشا بدأ بقى ينتشر. كان الكون بقى خلاص اترتب والدنيا تمام، بدأ الانسان بقى بينتشر في قارات العالم، وخصوصا كانوا قارات العالم القديم، عشان في الوقت ده ما كانوش لسه اكتشفوا ولا امريكا الشماليه ولا الجنوبيه ولا استراليا ولا انتاركتيكا اللي هو قارات العالم الجديد. ففي الوقت ده العالم كان عباره عن 3 قارات اللي احنا بنسميهم قارات العالم القديم: اسيا، افريقيا، اوروبا. فبدأ الإنسان ينتشر في ال3 قارات دول. فطبعا لو انت لاحظت مناخ أوروبا غير مناخ أفريقيا غير مناخ آسيا. الناس اللي عايشة عند خط الاستواء اللي هو حرارة طول السنة شبه ما أخدنا في الأقاليم، غير خالص الناس اللي قاعدة فوق في شمال أوروبا عند المحيط المتجمد الشمالي. دول ناس ما فيش الشمس ما بتجيلهمش أصلا، وهنا ناس عايشين في الشمس على طول. فمعنى كده إن البيئة بدأت تأثر في مين؟ بدأت تأثر في الإنسان. تغير بقى في شكله، تغير في ملامحه، تخلي بشرته سودة، تخلي الشعر من كتر الشمس ما بتسلط عليه يبقى مجعد وناشف. دي الحاجات اللي خلت تظهر سلالة بشرية. عشان كده بص كده معايا، في اواخر عصر البلايستوسين بدأ الانسان ينتشر في بيئات العالم المختلفة وبدأ يتأثر بها. عشان كده ظهرت اختلاف في الصفات الوراثية. لما بدأ يتأثر بالجو، بدأ يتأثر مثلا بالشمس، ايه اللي حصل؟ البشرة هتسود، الشعر هيبقى ناشف. عشان كده بنقول بدأت التأثير من حيث المظهر الخارجي، اهو طول القامة، حجم الرأس، لون البشرة، كل ده بدأ يأثر ايه؟ بدأ يأثر في الإنسان. اهو شكل العين، الأنف، كل ده معاك بدأ ان هو ايه؟ يأثر. عشان كده لما اجي اقول لك كيف نشأت السلالات البشرية، هتقول لي ان في اواخر عصر، معلش هي كلمة تقيلة، اسمه عصر البلايستوسين. اسمه عصر الايه؟ البلايستوسين. بدأ ظهور الانسان وبدأ ينتشر في بيئات العالم المختلفة، وبدأت ان البيئة تؤثر في الانسان من حيث الايه؟ زي ما قلت لك، من حيث الصفات الوراثية. اهو المظهر الخارجي، طول القامة، حجم الرأس، لون البشرة، القصة دي كلها. في هنا اي مشكلة؟ زي ماشي يا مستر. طيب احنا عندنا كام سلالة؟ تعال اقول لك بقى بالراحة وندردش شوية. اهو السلالة البشرية، تعال نكتبها مع بعض عشان خاطر تحفظها معايا. يلا بينا. فاكر يعني ايه سلالة بشرية؟ اهو مجموعة بشرية او مجموعة من البشر براحتك بتتشابه في ايه؟ تتشابه في صفاتها الخارجية. تتشابه في ايه؟ في صفاتها الخارجية. ادي كده نقطة. النقطة بقى دلوقتي اللي انا هتكلم فيها، تعالى بقى نشوف انواع السلالات. تعالى بقى كده واحدة واحدة معايا. انواع الايه؟ السلالات. تعالى كده بقى معايا، سؤال حضرتك، انواع الايه؟ السلالات. عندنا كام نوع يا مستر؟ عندنا 3. ركز بقى كده معايا بالراحه. عندنا كام نوع؟ 3 انواع. اول سلاله عندك اهي اسمها السلاله الزنجيه. السلاله الايه؟ الزنجيه. وتاني سلاله عندك اسمها السلالة المغولية. وتالت سلالة عندك اسمها السلالة القوقازية. يبقى أنا عندي كام سلالة؟ عندي 3.
السلالة الزنجية، عندي سلالة مغولية، وعندي سلالة قوقازية. تعال بقى كده بالراحة. نكتب ايه؟ يلا بينا. اول حاجة يا باشا السلالة الزنجية. السلالة الزنجية دي بقى تفتكر كام في المية؟ السلالة الزنجية دي اقل السلالات اللي موجودة، نسبتها 10%. يبقى 10% من سكان العالم في السلالة الزنجية. طب السلالة المغولية، السلالة المغولية يا باشا 40%. يبقى السلالة المغولية 40%. آخر سلالة عندك اللي هي السلالة القوقازية، ودي كام؟ 50% من سكان العالم. يبقى هو ماشي معايا بالراحة واحدة واحدة. يبقى أنا عندي كام سلالة؟ عندي 3 أنواع: زنجي، مغولي، قوقازي. نبدأ واحدة واحدة. السلالة الزنجية. السلالة الزنجية يا باشا كام في المية من سكان العالم؟ يبقى الزنوج اللي موجودين في العالم 10% من سكان العالم. السلالة المغولية 40%. السلالة القوقازية 50%. تعال ناخد نقطة تانية، صفات السلالة. يبقى دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ صفات السلالة. يلا بينا. أول حاجة تفتكر كده السلالة الزنجية ايه صفاتها؟ يعني صفات الشخص شكله عامل ازاي؟ رقم 1 البشرة السوداء. يبقى رقم 1 البشرة السوداء. رقم 2 الشفاه الغليظة. تلاقي كده الشفايف بتاعتهم ايه؟ تخينة. 3 الأنف العريض. يعني ايه الأنف العريض؟ لو انت بصيت كده على واحد زنجي بتلاقي الأنف بتاعته عريضة تخينة، وخصوصا هتشوفهم فين؟ لو انت مثلا بتتفرج على كورة. لو انت مثلا ليك في الكورة هتبص هتلاقي مثلا كده لو واحد محترف مثلا جاي لك من أفريقيا بتلاقي كده على طول طبعا البشرة تبقى سودة قوي، زائد ان انت كمان بتلاقي ان الشعر بتاعه لو فيه بيبقى خشن قوي، وأنفه بتبقى عريضة. اهو. رقم 4 اهو الشعر الايه؟ المجعد. مستر يعني ايه كلمة الشعر المجعد؟ المجعد يعني الخشن جدا، الخشن قوي. تمام؟ يبقى أول حاجة دلوقتي بتكلم فيها، أنا دلوقتي بتكلم في السلالة الزنجية. يبقى الزنجي أول حاجة صفاته البشرة السوداء، الشفاه الغليظة، والأنف العريضة، والشعر الايه؟ والشعر المجعد. طيب ماشي يا مستر، زي ما قلت لك هما نسبتهم كام؟ 10% من سكان العالم كله. طيب السلالة الزنجية يا مستر موجودة فين؟ تعال اقول لك موجودة فين. أماكن تواجدها. أول حاجة يا باشا موجودة فين؟ لازم تعرف كده إن أكبر قارة فيها نسبة زنوج طبعا القارة اللي إحنا فيها قارة مين؟ أفريقيا. يبقى 1 قارة أفريقيا. قارة أفريقيا يا باشا هي أكتر القارات اللي فيها زنوج، لدرجة إن الزنوج اللي فيها 70% من سكان أفريقيا. يبقى معايا اهو في افريقيا. يبقى اول حاجه في افريقيا زي ما قلت لك قاره افريقيا هي اكتر قاره فيها زنوج على مستوى العالم. الزنوج اللي في قاره افريقيا 70% من سكان افريقيا. يعني احنا سكان افريقيا 70% مننا زنوج. طيب لو انا عايز احسبها قاره افريقيا الزنوج اللي على مستوى العالم، تخيل 75% من زنوج العالم. تاني اللي مش فاهم الحته دي، يبقى قاره افريقيا فيها زنوج
طيب الزنوج اللي في افريقيا بالنسبه لسكان قاره افريقيا كلهم بما فيهم المغولي القوقازي 70% من سكان قاره افريقيا زنوج. طيب لو انا عايز احسب الزنوج اللي في قاره افريقيا على مستوى العالم 75% من زنوج العالم. طب مستوعب بقول لك ايه؟ عشان كده بنقول ان قاره افريقيا طبعا هي اكتر القارات اللي فيها نسبه زنوج، وخصوصا عند مين؟ طبعا عند خط الاستواء. طبيعي. النقطه الثانيه بقى يا باشا في افريقيا قاره مين؟ اسيا. يبقى في زنوج عندنا موجودين في قارة آسيا، وخصوصا في شرق الهند، في شرق الهند. طيب ماشي يا مستر، هل في تاني؟ تعال نشوف رقم 3 برضو، سوري معايا، يلا بينا. 3 موجودين فين؟ موجودين في قارة استراليا. لدرجة عايز اقول لك ان الاستراليون الاصليون اصلهم زنجي، يعني سكان استراليا الاصلي هم اصلهم زنجي. رقم 4 موجودين فين؟ موجودين في اوروبا. طبعا قدروا ان هم يسافروا اوروبا طبعا ويعيشوا هناك وياخدوا جنسيات، وبداوا ان هم يعيشوا حياتهم فين؟ في اوروبا. تعال بقى نشوف، خد بالك في رقم 5 موجودين فين؟ في الامريكتين. يعني ايه يا مستر في الامريكتين؟ يعني سواء امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. بس راحوا ازاي بقى في الامريكتين؟ راحوا بسبب الاوروبيين ذات نفسهم. الجماعه الاوروبيين زمان هم دول خد بالك اللي اكتشفوا قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. لمعلوماتك على ايد واحد برتغالي اسمه كريستوفر كولومبس، هو ده اللي اكتشف الامريكتين. فطبعا مين اللي راح يعيش في الامريكتين؟ الاوروبيين اللي هم البيض. فطبعا الاوروبيين كانوا متعنطزين قوي ان احنا ما نشتغلش، امال احنا نجيب مين يشتغل؟ كتجارة عبيد. فاكر تجارة عبيد؟ احنا نجيب الولد الاسود اللي هو الزنجي. عشان كده بدأوا ان هم ياخدوا الزنوج ويودوهم للامريكتين اهي كهجرة إجبارية. يعني إيه إجبارية؟ يعني قسرية. يعني كلمة قسرية يعني غصب عنهم. وبدأوا إن هم ياخدوهم ويودوهم على الأمريكتين. ليه؟ عشان يشتغلوا هناك أهو للعمل في مزارع القطن والتبغ. عارف يعني التبغ؟ اللي هو السجاير وقصب السكر. يبقى السلالة الزنجية موجودة فين؟ موجودة في أفريقيا. بل 75% من زنوج العالم كلهم موجودين في قارة أفريقيا، موجودين في آسيا، موجودين في استراليا، موجودين في أوروبا، يعني موجودين في كل القارات. وموجودين فين؟ في الأمريكتين. بس للأسف الأمريكتين هم ما راحوش بكامل إرادتهم، راحوا كهجرة إجبارية، هجرة قسرية، عشان الأوروبيين أخدوهم يشتغلوا هناك في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر. عشان كده لغاية النهاردة في عنصرية في أمريكا. لو انت بتسمع عن السياسة ان في عنصرية في أمريكا بين الأبيض والأسود. ليه؟ البيض شايفين، طبعا البيض اللي هو الناس الأوروبيين، الناس البيضة اللي هم أصحاب البلد، ان احنا شايفين ان احنا اصحاب البلد، واي واحد اسود زنجي اصله عبد. يعني انت اصلك لما جيت دخلت امريكا اصلك عبد، كنت تشتغل من زمان. فدلوقتي ان انت راسك براسنا، عشان كده مش متقبلين الفكرة. عشان كده لغاية النهاردة في عنصرية في امريكا. يبقى اماكن التواجد افريقيا، اسيا، استراليا، اوروبا، والامريكتين. بتيجي كتير. ليه الزنوج سافروا الامريكتين؟ ليه؟ هتقول لي للعمل في مزارع القطن، التبغ، قصب السكر. تعال بقى نكمل باقي السلالة الزنجية. اماكن التواجد.
النقطة الثالثة بقى اللي هنتكلم فيها إن كل سلالة بيبقى ليها أقسام. يعني ليه أقسام؟ يعني أسماء خاصة بيهم. أقسام السلالة. أقسام مين؟ السلالة. إيه أقسام السلالة؟ أول قسم اسمهم الأقزام. اسمهم الإيه؟ الأقزام. تاني حاجة اسمهم البانتو. جماعة اسمهم البانتو. 3 النيليون الحاميون. يبقى الأقزام، البانتو، النيليون الحاميون. رقم 4 اسمهم البوشمون والهوتنتوت. سوري خليك معايا. فين؟ ايوه. رقم 5 الزنوج السودانيون. ايه بقى يا مستر انت بتقوله ده؟ دي اقسام السلاله، انواع هم مقسمين كده نفسهم. اللي عايش هنا اسمهم الاقزام. مثلا اللي عايش هنا في السودان الزنوج اسمهم الزنوج السودانيين. اللي عايش مثلا في جنوب افريقيا اسمهم البوشمون والهوتنتوت. هم مسمين نفسهم كده اقسامها. يبقى اقسام السلاله الزنجيه الاقزام، البانتو، النيليون الحاميون، البوشمون والهوتنتوت، والزنوج السودانيون. يبقى كم قسم؟ 5 أقسام في السلالة الزنجية. الأقزام، البانتو، النيليون الحاميون، البوشمون والهوتنتوت، والزنوج السودانيون. كده يا باشا أنا خلصت لك السلالة، يعني خلصت لك السلالة الزنجية كلها. عايز كده أحطها لك كده كلها. يبقى تعالى راجع معايا اهي. يبقى السلالة الزنجية كم في المية؟ 10%. صفاتهم ايه؟ البشرة السوداء، الشفاه الغليظة، الأنف العريض، الشعر المجعد. موجودين فين؟ موجودين في افريقيا. الزنوج اللي في افريقيا 70% من سكان افريقيا و75% من زنوج العالم. موجودين في اسيا، موجودين في استراليا، موجود في اوروبا، موجودين في الامريكتين. ايه اقسامهم؟ اهم: الاقزام، البانتو، النيليون الحاميون، البوشمون والهوتنتوت، والزنوج الايه؟ السودانيون. في اي مشاكل؟ زي الفل. تعالى بقى دلوقتي ناخد السلالة المغولية. بس تعالى نكبرها شوية. أول حاجة يا شباب كالعادة نغير اللون. ماشي. السلالة المغولية قلنا نسبتهم كم؟ 40%. صفاتهم ايه؟ يلا بينا. صفات السلالة. أول حاجة من ضمن صفات السلالة: 1. تعالى كده أفكرك بمين الشخص وأنت هتجيب صفاته لوحده. أنت عارف مين السلالة المغولية؟ اللي إحنا بنسميه الصيني. عارف يعني الصيني؟ انت طبعا لو شفت الولد الصيني ده اللي قاعد جنبنا، شفت الولد الصيني اللي دخل الكليه النهارده، انت مش عارف هو من الصين ولا من كوريا ولا من منغوليا ولا من كوريا الشماليه ولا من اليابان. انت مش عارف. هم كلهم حتى بنقول ايه؟ كلهم شبه بعض. صيني والسلام، عشان هي اشهر واحده الصين. لكن انت عارف ولا عارف هو صيني ولا كوري ولا ياباني ولا منغولي؟ انت مش عارف. هم دول المغول، دول اللي هم اسمهم السلاله المغوليه. فهمت؟ فانا دلوقتي هنتكلم على شكل مين اللي انت بتقوله الولد الصيني، اللي هو طبعا بتشوفه: 1 البشره الصفراء.
بشرتهم كده تحس ان هي ايه صفراء. رقم 2 الشعر المسترسل الاسود. يعني يا مستر كلمة الشعر المسترسل الاسود؟ يعني هو شعرهم ناعم جدا 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 عكس الزنجي. تالت حاجة العيون الايه؟ العيون المنحرفة. العيون المنحرفة يعني يا مستر كلمة المنحرفة دي مش اللي في دماغك، يلا كلمة العيون المنحرفة انت لو بصيت على واحد صيني كده بتلاقي عينه صغننة والنن لو ضحك عينه بتقفل وتحس ان مفيش الابيض ده، في النن بس اللي هو الحتة السوداء، هو دي اسمها العيون المنحرفة، العين الضيقة قوي. يبقى عشان كده بنقول ان السؤال مغولية صفاتهم ايه؟ البشرة الصفراء يعني ولا بيضة ولا سودة ولا قمحوية، صفراء، شعر مسترسل اسود وعيون منحرفة. ماشي. اماكن التواجد موجودين فين يا مستر؟ لك ان تتخيل موجودين في 3 قارات بس. 3 ايه؟ 3 قارات بس. اول طبعا قارة اللي هي مين؟ اسيا. موجودين فين في اسيا؟ زي ما انت عارف الصين طبعا اساسي، الصين، اليابان، كوريا، منغوليا، اندونيسيا، يعني كلهم موجودين في شرق وجنوب شرق ايه؟ اسيا. رقم 2 في الامريكتين، يعني في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. بس لا مستر ثانيه واحده، يا السلاله الزنجيه، السلاله الزنجيه 10% بس وموجودين في كل قارات العالم، وانت بتقول لي السلاله المغوليه 40% وموجودين في 3 قارات بس. اشمعنى؟ اقول لك انا السؤال ده حلو اجابته احلى. تعال اقول لك السبب. السبب يا باشا ان النسبه الاكبر من السلاله المغوليه موجودة في الصين ودول جنوب شرق آسيا. مالهم بقى دول؟ دول بقى يا باشا أكبر الدول سكانا في العالم. فأنت عشان كده متخيل. يبقى لما اجي اسالك السؤال بما تفسر ليه السلاله المغوليه نسبتهم 40% وبالرغم ان هم موجودين في 3 قارات بس، هتقول لي عشان النسبه الاكبر من السلاله المغوليه تقع في الصين ودول جنوب شرق اسيا. لمعلوماتك انت عارف الصين لوحدها عدد سكانها قد ايه؟ يعني حاليا حوالي 1,500,000,000. انت مستوعب الرقم؟ دي الصين لوحدها غير دول باقي جنوب شرق اسيا. فالصين لوحدها تكسب، الصين لوحدها بمقام قارة افريقيا كلها. فانت مستوعب بقول لك ايه؟ عشان كده بقول لك ايه؟ ان النسبة الاكبر من السلاله المغولية موجودة في الصين ودول جنوب شرق اسيا، ودول اكبر دول العالم في عدد السكان. عشان كده نسبة المغول كام؟ 40%. فهمت الجملة؟ تمام. طيب مستر هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك شبه اختها بالظبط اهو. يعني تعالى كده نشوف هنا اختها اماكن التواجد اهو. تعالى بقى نشوف الاقسام. فهمت هنتكلم عن ايه؟ فدلوقتي هنتكلم عن ايه؟ عن اقسام السلاله. الاقسام مستر انت قلت لي في الزنوج كانوا 5 اقسام واسماء غريبه كده، البوشمون والهوتنتوت والاقزام والنيليون الحاميون. دول فيهم كام قسم؟ دول فيهم 3 اقسام بس. 1 الاسكيمو، 2 الهنود الحمر، 3 جماعة اسمهم التانجوس. يبقى الاسكيمو، الهنود الحمر، التانجوس. الاسكيمو دول موجودين فين؟ موجودين في شمال كندا والاسكا. ايه يا مستر شمال كندا والاسكا؟ يعني اقصى شمال قارة امريكا الشمالية. امريكا الشمالية اقصى شمالها.
موجود كندا وجنبها حته كده تبع امريكا اسمها الاسكا، شمال كندا والاسكا اسمهم الاسكيمو. الهنود الحمر ودول موجودين فين؟ موجودين في الامريكتين. يعني في الامريكتين خصوصا في الغابات، خصوصا غابات الامازون. يعني عايز اقوله لك السكان الاصليين بتوع امريكا هنود حمر اللي هم المغولي. التانجوس موجودين فين؟ موجودين في شمال اسيا. فاكر شمال اسيا؟ عند سيبيريا. تمام؟ يبقى اقسامهم 3 سهلين جدا: الاسكيمو، الهنود الحمر، التانجوس. الاسكيمو موجودين فين؟ الاسكيمو موجودين في شمال كندا والاسكا. طيب الهنود الحمر موجودين في الامريكتين، يعني اصل سكان الامريكتين هنود حمر. التانجوس موجودين في شمال اسيا وخصوصا في سيبيريا. فاكر سهول سيبيريا اللي كان بيجري بيها 3 انهار اوبيان سيلينا؟ هم دول. دي كده يا باشا اقسام السلالة المغولية. وعرفنا السلالة المغولية موجودة فين، وعرفنا ليه بالرغم ان هي موجودة في 3 قارات بس 40%، عشان النسبة الاكبر فيها في دولة الصين ودول جنوب شرق اسيا، اللي دول يا مستر اكبر دول العالم من حيث عدد السكان. في حاجة صعبة؟ فل. تعال بقى ناخد، انا كده بكتب لك ده كمان لسه هشرح لك تاني من المذكرة، فعشان تطلع حافظ الدرس بنسبة 1,000,000%. تعال بقى ناخد السلالة الثالثة اللي هي السلالة المين؟ القوقازية. السلالة الايه؟ القوقازية. اول حاجه السلالة القوقازية كالعاده زي ما قلت لك هي كام في المية؟ 50%. كالعاده. 1 الصفات. ايه بقى يا مستر صفات السلالة القوقازية؟ اللي انا عايز اقوله لك بقى ان السلالة القوقازية دي اللي هي حضرتك وحضرتي، حضرتك وحضرتي والاوروبيين كلهم. ايه ده؟ احنا من نفس نوع الاوروبيين؟ يبقى 1 الشفاه الرفيعه، 2 الشعر المموج، 3 البشره البيضاء الورديه. تمام؟ دي يا باشا صفاتك. عشان كده البشره بيضه ورديه، اللي هو البيضه اللي احنا بنسميها قمحويه. انت قمحويه عشان انت قريب من مدار السرطان، لكن اوروبا هي بشره بيضاء بقى ورديه. بس ليه مش قمحويه؟ عشان هم ما عندهمش مدار سرطان، هم منهم للتلج اللي بتمر في اوروبا الدائره القطبيه الشماليه، عشان كده بتلاقيهم بيض جدا. يبقى الصفات الشفاه الرفيعه، شعر مموج. مستر يعني ايه شعر مموج؟ شعر مموج احنا لو انت فاكر في الزنجي شعر مجعد يعني خشن جدا. المغولي الشعر المسترسل الاسود. يعني ايه المسترسل الاسود؟ يعني ناعم جدا جدا جدا. طب الشعر المموج بقى اللي هو وسط، يعني ولا ناعم ولا خشن، اللي هو شعرك الطبيعي. واخر حاجه البشره البيضاء الايه؟ البشره البيضاء الورديه. ماشي يا مستر. موجودين فين بقى اماكن التواجد؟ تعال اقول لك اهو 2 اماكن التواجد. بص يا باشا، السلالة القوقازية موجودة في كل قارات العالم. موجودة فين؟ في كل قارات العالم. طبعا اوروبا كلها، 2 اسيا، 3 استراليا، 4 الامريكتين، 5 يا مستر قارة مين؟ طبعا كده هم 6 عشان بقول لك هنا ال4 الامريكتين، امريكا الشماليه والجنوبيه. 5 افريقيا. بس هنا بقى خد بالك. ليه يا مستر اخد بالي؟ عشان موجودين فين في افريقيا؟ موجودين في شمال افريقيا. يعني كده عند شمال الصحراء الكبرى.
اللي هو باختصار الدول العربيه اللي موجوده عندنا، مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، اللي هو شمال افريقيا كله، اللي هو شمال الصحراء الكبرى. يعني بالبلدي الصوره القوقازيه مستر عند البحر المتوسط، سواء اوروبا كلها او حوض البحر المتوسط اللي هو شمال افريقيا. تمام؟ عشان كده بنقول ايه؟ الصفات: شفاه رفيعه، شعر موج، بشره بيضاء ورديه. اماكن التواجد موجودين فين؟ موجودين في كل القارات، في اوروبا واسيا واستراليا والامريكتين وافريقيا، بس مش في كل افريقيا عشان من اول خط الاستواء ونازل ده كله ده زنجي. امال شمال الصحراء الكبرى يعني شمال افريقيا اللي هو الدول العربيه اللي فوق. في مشاكل؟ فل يا مستر. الجزء الثالث زيها زي اخواتها الايه؟ الاقسام. الاقسام كم قسم يا باشا؟ برضو الاقسام زيها زي السلالة المغولية 3 اقسام بس. اول حاجة، 1 اسمها النوردية الشمالية. 2 اسمها المجموعة القلبية. 3 حوض البحر المتوسط. يبقى عندك كام سلالة؟ عندك 3 أقسام في السلالة. أول حاجة المجموعة النوردية الشمالية، ودي موجودة فين؟ موجودة في شمال أوروبا. المجموعة القلبية، فاكر القلب اللي هو جبال القلب اللي كان موجود في غرب ووسط أوروبا بالظبط، موجودين فين؟ غرب ووسط أوروبا. حوض البحر المتوسط اللي موجودين في جنوب أوروبا، وطبعا شمال أفريقيا. وبرضو تعالى افتكر معايا، يعني يا مستر أقسام؟ يعني انواع السلاله مقسمه نفسها. احنا كلنا سلاله قوقازيه، اللي موجودين يا جماعه في شمال اوروبا هنسميهم النورديه الشماليه، ويا جماعه اللي موجود مننا في غرب ووسط اوروبا هنسميهم بالقلبيه، ويا جماعه اللي موجود في مننا عند جنوب اوروبا او شمال افريقيا هنسميهم حوض البحر المتوسط. فهي مجرد مسميات، ما تتلخبطش، مجرد مسميات. انت مسمي كده، شبه مثلا كده انت مخلف 3 عيال، مخلف كل واحد مسميه اسم، واصله لك؟ ده احمد وده محمد وده هيثم. زمان مثلا كانوا بيسموا كلهم نفس الاسم، اللي وصل ل 14 وال 13 وال 12 عادي. دي اقسام احنا مقسمينها حسب مزاجنا، حسب طبعا مزاج العلماء، فمتقسمه كده. يبقى النورديه اللي موجوده في شمال اوروبا، المجموعة القلبية غرب ووسط أوروبا، حوض البحر المتوسط اللي موجودة في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا. تمام يا شباب؟ دول كده ال3 سلالات. تعالى بقى نراجع اللي احنا قلناه كله فين؟ في المذكرة أهو متقسمة أهو كده واحدة واحدة ومع بعضيها نراجع تاني، معلش استحمل. أول حاجة عندك كام سلالة؟ عندك 3 سلالات رئيسية: زنجي، مغولي، والسلالة القوقازية اللي هي البيضاء. يبقى معايا تاني: زنجي، مغولي، قوقازي. تعال نراجع. اول حاجه السلاله الزنجيه 10% من جمله سكان مين؟ 10% من جمله سكان العالم اهو. تنتشر يا باشا في كل القارات. تعال افتكر معايا، تتركز في افريقيا عند دائره الاستواء. فاكر؟ كانوا 70% من سكان افريقيا و75% من زنوج العالم، دول اللي موجودين في قاره مين؟ افريقيا. وموجودين في اسيا، فاكر لما قلت لك فين؟ في جنوب شرق الهند واستراليا والامريكتين وطبعا اوروبا. ماشي يا مستر. ايه المميزات او الصفات؟ اهو السلاله: الشعر اجعد. يعني ايه اجعد؟
يعني خشن قوي اهو. بص كده البشره داكنه، شايف البشره داكنه. تالت حاجه الانف تكون عريضه، شايف انفه عامله ازاي؟ عريضه. رابع حاجه الشفاه الغليظه، شايف الشفه بتاعته تخينه. يبقى معاك الشعر الاجعد، البشره السوداء، الانف عريضه، والشفاه ايه؟ والشفاه غليظه. تعالى بقى ناخد مين اقسامهم. فاكر اقسام؟ يعني كل ما كان الزنوج قاعدين فيه هم مسمين نفسهم اسم اهو. 1 النيليون الحاميون، رقم 2 البانتو، 3 الاقزام، 4 اسمهم البوشمون والهوتنتوت، 5 الزنوج السودانيون. ادي كده حبيبي السلالة الزنجية كلها. تعالى برضو تاني نراجع السلالة التانية اللي هي المغولية. معلش براجع معاك كتير زي ما قلت لك، خد حقك في الحصة، خد حقك تالت ومتلت في الحصة. السؤال المغولية اهي. 40% من سكان العالم بينتشروا في قارات العالم كلها؟ لا، فاكر لما قلت لك في 3 بس، اسيا والامريكتين. اسيا في الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا ودول جنوب شرق القاره. تمام. ووجد في بعض مناطق مين؟ الامريكتين. تعال اقول لك مميزاتهم اهو. 1 الشعر المسترسل الاسود. يبقى 1 الشعر المسترسل الاسود، الشعر زي ما قلت لك ناعم جدا جدا. رقم 2 البشره الصفراء، و3 العيون المنحرفه، ايه الضياء قوي قوي قوي. فاكر اقسامهم اهو. الاسكيمو موجوده في شمال كندا والاسكا. الهنود الحمر اللي موجودين في الامريكتين وهم السكان الاصليين. والتنجس اللي موجودين في شمال اسيا، موجودين فين في شمال اسيا يا مستر؟ في سيبيريا. سيبيريا. تمام كده زي الفل. تعالى ناخد اخر سلاله. اخر سلاله بقى يا باشا اللي هي بتاعتي وبتاعتك، اللي هي السلاله القوقازيه اللي هي 50% موجوده في كل قارات العالم. يلا، اسيا، اوروبا، استراليا الشماليه، الجنوبيه، وافريقيا. فين في افريقيا؟ في شمال الصحراء الكبرى، يعني عند الدول العربيه اللي فوق، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. مميزاتك ايه؟ شعر متموج، يعني ولا خشن ولا ناعم. البشره بيضاء ورديه، يعني مش بيضاء ورديه بالنسبه للاوروبيين، بالنسبه لنا احنا قمحويه، انت ابيض بس قمحاوي شويه. والشفاه الرفيعه. ايه اقسامك؟ اقسامك يا باشا 3 اهم. 1 مجموعه البحر المتوسط اللي احنا بنسميهم حوض البحر المتوسط، العرب اللي هم شمال افريقيا وجنوب اوروبا. 2 المجموعه القلبيه اللي قلت لك موجوده في غرب ووسط اوروبا، ما تنساش بيجي غرب وشرق، ركز لو سمحت، غرب ووسط اوروبا. 3 شمال اوروبا اللي اسمها النورديه الشماليه. يبقى مجموعه البحر المتوسط او حوض البحر المتوسط، القلبيه والنورديه الشماليه. تمام زي الفل. تعالى بقى يا باشا اهو، دول بقى الكام سؤال اللي انا سالتك عليهم جايبهم لكم لوحدهم اهو. بقول لك خد بالك وركز يلا انت وهي. السلاله الزنجيه، فاكر لما قلت لك هي موجوده في قاره اوروبا بنسبه كبيره من السكان وحصلوا على الجنسيه. تمام حلو، دي ما عنديش فيها مشكله. امال السؤال بقى بيجي لك فين؟ في الامريكتين. ان عدد كبير جدا من الزنوج موجودين في الامريكتين. ليه؟ اهو بسبب الهجره الاجباريه يعني القسريه من افريقيا للامريكتين ضمن تجاره مين؟ العبيد. ليه؟ عشان يشتغلوا في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ. قلت لك التبغ يعني السجاير. مين اللي عمل الحاجات دي هناك؟ مش السكان الاصليين بتوع امريكا، لا، دي اللي انشاها الاوروبيون. عشان لسه قايل لك ان مين اصلا اللي اكتشف الامريكا الشماليه والجنوبيه؟ هم الاوروبيون. الاوروبيون. وهو السؤال الثاني كان تبع السلاله المغوليه. فاكر السلاله المغوليه حوالي اكتر من 40%، بالرغم ان هم 3 قارات. اهو السؤال. عشان نسبه كبيره جدا من سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق اسيا من السلاله المغوليه. طب ايه مشكلتهم دول؟ اهي الجمله. هم يا باشا اكتر دول العالم ايه؟ سكان.
عشان كده السلالة المغولية 40% بالرغم ان هم موجودين في يا باشا ده في الطبيعي اسيا بس. انت دلوقتي هوريك لسه على الخريطة في الامريكتين هم موجودين في حتت معينة، حتت بسيطة، يعني النسبة كبيرة في قارة واحدة بس. ليه؟ اهو عشان نسبة كبيرة من الصين وشرق وجنوب شرق اسيا من السلالة. حتى في الاجابة اصلا ما جابلكش سيرة الامريكتين السكان، عشان كده الضخامة كلها موجودة فين؟ موجودة في قارة اسيا. دول كده يا باشا الثلاث سلالات. قبل ما افنش لك اخر حتة، تعالى برضو خد حقك في الخريطة. السلالات البشرية اهو. اول حاجة يا باشا كالعادة احنا متعلمين نقرا الخريطة ازاي عشان انت مطالب بيها. اول حاجة نبدأ بالسلالة الزنجية اللي هو باللون البرتقاني. بص يا باشا اهو موجودة في افريقيا كلها ونص جزيرة مدغشقر، وشايف الاستراليين الاصليون. ولو قلت لك في اسيا كان في جنوب شرق الهند اهو. كل ده الزنجي اهو، خد بالك من الحتت دي. زنجي لما جم هنا عشان يشتغلوا فين؟ يشتغلوا في تجارة التبغ وقصب السكر اهو الحتت دي. السلالة المغولية اللي هو باللون الاصفر. بص يا باشا شايف اسيا كلها اهو، شبه اسيا كلها. مستوعب؟ اهو شايف المغولية، شايف في امريكا اهو في شمال كندا والاسكا. هي دي يا باشا شمال كندا والاسكا اللي قلت لك عليها، وهو موجودة عند الامازون وحتت اهي متفرقة. تمام؟ لكن اكتر حاجة بتيجي هي دي اللي هو التنجس اللي موجودة في شمال اسيا والاسكيمو. السلالة القوقازية بقى اللي هو احنا زي ما قلت لك حوض البحر المتوسط كله اهو، العرب واوروبا كلها طبعا. بس خد بالك من ملحوظة بعد اذنك. في حته في افريقيا بتكتب في الخريطه اهي، دي سلالة قوقازيه. يعني القوقازيه مش موجوده في شمال افريقيا بس، موجوده تحت افريقيا. ما فيهاش مغولي. تمام؟ اهي تحت اهي. تمام؟ يبقى شمال افريقيا والحته دي خد بالك منها جنوبها، ده القوقازي. وطبعا في كل ده، كل اللي باللون البنك ده قوقازي. فانت خد بالك من الخريطه، اعرف الاماكن عشان لما سؤال يجي لك فيها. تمام؟ وما تقلقش الحتت اللي بتيجي فيها سهله ولذيذه. في مشاكل؟ تعالى بقى ناخد اخر حاجه عشان نشطب الدرس. زي ما قلت لك الدرس لذيذ ما فيهوش اي مشاكل. بعد ما اتكلمنا عن السلالات وانواعهم، وعرفنا عن ايه كلمه سلاله، وعرفنا عندي زنجي وعندي مغولي وعندي قوقازي، في الوقت الحالي اللي انا وانت بنتكلم فيه وانت سامعني فيه حاليا، هل دلوقتي في كل سلاله موجوده لوحدها؟ يعني مثلا هل الاوروبيين لوحدهم القوقازيين مش مختلطين مع الزنوج، مش مختلطين مع المغول؟ مستحيل. انت حاليا يا باشا في 2025. انت كفايه بس انت اساسا شايفني اونلاين. انت حضرتك شايفني، ممكن تكون اصلا انت من جنوب افريقيا، ممكن يكون اصلك مثلا زنجي، اصلك مغولي وبتتعامل مع واحد قوقازي. عشان كده بقول لك انت حاليا في 2025. فايه اللي حاصل؟ العالم قريه كونيه. انت ممكن تخش الكليه اصلا بكره وبعده تبص تلاقي جنبك واحد جاي من الصين، وتلاقي واحد جنبك في جنوب افريقيا بيدرسوا، انتوا الثلاثه جنب بعض. هو مغولي وانت قوقازي وجنبك زنجي فالثلاثه جنب بعض. عشان كده بنقول ان في الوقت الحاضر لا يوجد في العالم سلاله نقيه. يعني كلمه سلاله نقيه يعني مفيش حاجه اسمها سلاله منفرده لوحدها، مفيش الكلام ده دلوقتي. ليه؟ اهو طبعا الا في بعض المجتمعات المعزوله. ليه طيب في الوقت الحالي يا مستر السلالات مش منفرده لوحدها، مش نقيه؟ عشان بسبب انصهار. كلمه انصهار يعني اختلاط، انصهار يعني كله دخل في بعضه، ده كلمه انصهار. يبقى بسبب انصهار السلالات واختلاطهم في صفاتهم الطبيعيه. انت دلوقتي يا باشا كله دخل في بعضه. انت دلوقتي ممكن تسافر، انت لو جيت في مصر حاليا
هتلاقي كل اشكال والوان، جايين ناس من اوروبا وناس من امريكا وناس من الصين وناس مش عارف من منين، كله يا باشا مع بعضه. نادر قوي دلوقتي لما تلاقي دوله منفرده او محافظه على السكان اللي فيها، مفيش الكلام ده دلوقتي يا حبيبي، انت في عصر التفتح. يبقى ليه مفيش سلاله منفرده او سلاله نقيه عن السلاله الثانيه؟ هتقول لي بسبب انصهار السلالات واختلاطهم. يبقى بسبب انصهار السلالات واختلاط في صفاتهم. طبعا زي ما قلت لك باستثناء الا في المجتمعات البدائيه. يعني مثلا يا مستر لغايه النهارده في ناس عايشه معزوله سلالتهم لوحدها، ما بيتعاملوش مع ناس من البشر غيرهم. فين دول بقى؟ 4 اماكن خد بالك منهم اهو. يوجد في الوقت الحاضر بعض السلالات النقيه في بعض المجتمعات البدائيه. السؤال هيجي لك ازاي؟ هيجي لك اهو. دلل، اثبت يا اللي انت حاليا في 2025 اثبت لي ان في سلالات نقيه، في سلالات منفرده. اللي منفرد يا باشا 2، الزنجي والمغولي. القوقازي لا، القوقازي ما فيش قوقازي مختلط منفرد بحاله، كل القوقازيين منفتحين اهو. عندك 2 من السلاله الزنجيه و2 من السلاله المغوليه. مين من الاثنين من السلاله الزنجيه؟ اول حاجه الاستراليين الاصليون. تخيل استراليا سكانها الاصليين زنوج، قاعدين لغايه النهارده بدهم ما بيتحركوش. طبعا اللي بيجي لهم طبعا القوقازيين، الناس الاوروبيين اللي بداوا يستثمروا وبداوا ان هم يشغلوهم وبداوا ان هم يعملوا حاجات كتير جدا واستثمارات، عشان زي ما قلت لك اللي اكتشفوا الامريكتين واستراليا هم اوروبا، الاوروبيين. عشان كده لكن السكان الاصليين بتوع استراليا موجودين لغايه النهارده منفردين مع حالهم، ما بيتعاملوش غير مع حالهم. الاستراليين الاصليون دول اول ناس في السلاله الزنجيه. في ناس بقى في السلاله الزنجيه يا عيني موجودين في حتتين، موجودين في حوض الكونغو اللي خدناه وصحراء كالهاري اللي موجوده في جنوب افريقيا. حوض الكونغو وصحراء كالهاري دول بقى يا باشا من انهي قسم من عين السلاله الزنجيه؟ افهمك انا. اللي فاكر لما قلت لك من اقسام السلاله الزنجيه الاقزام، القزم. تخيل كده يا عيني تكون قزم ويكون صفاتك زنجي، يعني شعر مجعد وأنف عريضة وبشرة سمراء وشفاه غليظة وقزم، فطبعا انت هتعاني من نسبة تنمر بطريقة مش طبيعية. وفعلا هم بدأوا يعانوا من التنمر لما بدأوا يتحركوا يروحوا دول تانية، فما شافوش استقبال، ما شافوش حسن معاملة، ما شافوش ود. شافوا ايه؟ ما شافوش الا كل تريقة وسخرية وتنمر. عشان كده رجعوا تاني لمكانهم اللي قاعدين فيه. تخيل ان السلاله دي يا عيني القسم ده الكتاب بيقول لك في طريقه للانقراض، من كتر ما فيش حد بيتعامل معاهم، من كتر ما فيش حد متقبلهم، وهم بقوا خلاص معزولين لغايه مع نفسهم لغايه لما يخلصوا. مين دول؟ اهم سلاله زنجيه قصيره القامه. شايف في طريقها لايه؟ للانقراض. ليه؟ من التنمر. اوعى تتنمر على حد، اوعى تكون شخص متنمر او شخصيه متنمره وتتنمري على اي حد تقولي بداعي الفاني او بداعي الهزار. اللي عايز يقول لك كلمه جد ويقول لك كلمه جد هيقولها لك في وسط الهزار. فبلاش تتنمر على حد، ما تبقاش انت مصدر ان انت تضايق حد، انك تجرح حد. بلاش. اصعب حاجه التنمر، تتنمرش على حد. يبقى السلالات عندي في اول حاجه في البدائي عندك 2 لغايه دلوقتي في الزنجي، الاستراليين الاصليون والاقزام اللي هم في السلاله الزنجيه اللي موجودين فين؟ في حوض الكونغو وصحراء كالهاري في افريقيا. مين تاني في طريقه للانقراض؟ السلاله المغوليه. 2 فاكر الاسكيمو اهو. الاسكيمو دول يا باشا موجودين في التندرا البارده شمال كندا. في طريقهم ايه؟ دول عايشين لوحدهم. طبعا في شمال كندا الناس دي هناك هي والتلج. يعني هي والتلج. ساعات كده بتشوف كتير جدا مثلا في فيلم او مسلسل وبتنبهر، بتبص كده تلاقي البيوت الناس بتفتح الصبح الباب يلاقوا باب تاني، باب من التلج، باب من التلج. الصبح انت وطالع لازم الكوريك يكون في ايدك. ايه الكوريك ده؟ اللي انت بتفضي بيه التلج.
اول ما تطلع لو انت مش عارف انت راكن عربيتك فين مش هتلاقيها. ليه؟ عشان التلج اوريدي مغطيها. فطبعا انت بتخش بالكوريكو وتفضل تشيل التلج من كل العربيه، وتصبر بقى، شوف تصبر كام ساعه لغايه لما العربيه تسخن والزيت يلين، ممكن يكون اتجمد. تخيل انت بعد كده تتحرك وتروح على شغلك. يعني لو شغلك الساعه 9 انت محتاج تصحى من 6 عشان تشوف الليله دي كلها. فانت الحياه دي انت ممكن تنبهر بيها، ممكن تعوز ان انت تجربها يوم، تجربها يومين، خلوه يومين 3، لكن تبقى دي حياتك مستحيل تتقبلها، مستحيل، مش هتعرف انك تعيش في حاجه زي كده. وهم فعلا مفيش حد عرف يتقبل ان هو يعيش معاهم، ولا هم عرفوا يعيشوا في جو تاني غير كده، عشان كده عاشوا لوحدهم. اللي هم مين دول؟ الاسكيمو اللي موجودين في الصحراء التندرا في شمال كندا، في شمال كندا. مين اخر حاجه برضه من السؤال المغوليه؟ الهنود الحمر اللي موجودين في الامريكتين وخصوصا في الغابات، في غابات وجبال امريكا الجنوبيه. مين الهنود الحمر؟ ساعات كده وانت بتقلب في الفيس او بتقلب في السوشيال ميديا بتشوف كده فيديو وثائقي يقول لك يوم من ايام الحياه البدائيه، تلاقي ناس عايشه في الغابه بيربوا حيوانات، معزولين، ما عندهمش ولا نت ولا عندهم موبايلات ولا عندهم، هي دي حياتهم. حياتنا الغابه، حياتنا ان احنا بنربي الحيوانات، حياتنا في الغابه والزرع والصحراء والناس دي كلها. ده برضو انت ممكن تنبهر بيهم، ممكن تقول هناك انا عايز اروح اعمل كامب هناك، اقعد عندهم يومين 3 كبيرك. لكن هل هتبقى دي حياتك؟ هتعرف تتقبلها؟ هتعرف تتقبل الحياه البدائيه دي؟ مستحيل. مين الناس دي؟ الهنود الحمر اللي موجودين في غابات وجبال امريكا الجنوبيه. عشان كده دول حبيبي الاربعه اللي عايشين لغايه النهارده سلالة نقيه منفردين، 2 زنجي و2 مغولي. من الاتنين زنجي؟ الاستراليين الاصليون والاقزام اللي موجودين في حوض الكونغو وصحراء كالهاري. والسلالة المغولية اللي هم برضو 2 اسكيمو اللي موجودين في شمال كندا، والهنود الحمر اللي عايشين في الغابات، غابات امريكا الجنوبية. دول الاربعة الانقياء. طب ما تديني بقى مثل يا مستر عن دول مثلا عايش فيها ال3 سلالات. اديك مثل. اول حاجة مثل دولة الولايات المتحدة الامريكية اهو، اديني مثل. بص يا باشا، الولايات المتحدة الامريكية فيها ال3 سلالات، وهقول لك ليه احنا اخترنا الولايات. اول حاجة فيها السلالة المغولية. السلالة المغولية تخيل السلالة المغولية، لا دول السكان الاصليين بتوع دولة امريكا اللي هم الهنود الحمر اهو. السلالة المغولية اهي، هم الهنود الحمر السكان الاصليين. تاني حاجة السلالة القوقازية. فاكر القوقازية؟ الاوروبيون اللي راحوا هناك وعاشوا اهم. فاكر بقى الزنجي؟ عشان كده احنا اخترنا لك دولة امريكا كمثال. الزنجي موجود هناك لما راح، ايوه فاكر، لما راح هجرة قسرية اهو. القادمون من افريقيا عن طريق الهجرة الاجبارية. خد بالك الاجبارية هي كلمة القسرية. يبقى اول مثل عندك ان اديني دولة فيها ال3 سلالات، امريكا. فيها المغولي اللي هو السكان الاصليين دول الحمر، فيها القوقازي الناس اللي جايين من اوروبا اصلا اللي بيستثمروا في كل دوله في العالم، الزنجي القادمون من افريقيا من خلال الهجره الاجباريه القسريه. مفيش مثل تاني. في مثل تاني طبعا اوريدي البلاد اللي احنا فيها، البلاد العربيه كلها ال 22 دوله بقى فيهم كل حاجه من ساعة الفتوحات اللي مرت، الفتوحات الإسلامية على مر التاريخ. بقى إيه اللي يحصل يا باشا؟ أهو الدول العربية ليسوا من سلالة بشرية واحدة. ليه؟ بسبب اختلاطهم مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات الإسلامية والهجرات على مر التاريخ. وطبعا كلها أغلبية من أنهي سلالة؟ من القوقازية. يبقى يجي لك سؤال بما تفسر ليه العرب مش سلالة واحدة؟ هتقول لي بسبب الاختلاط. نفس الإجابة، بسبب الاختلاط بعد الفتوحات والهجرات. في أي مشاكل؟ في نقطة خد بالك، احنا قسمنا السلالات البشرية على حسب الشكل الخارجي مش على حسب الجوهر. يعني ايه حسب الجوهر يا مستر؟ يعني احنا ما قسمناش السلالة على حسب مين الأذكى من الأغبى. مفيش سلالة أذكى من سلالة.
ما تقولش كده بينك وبين نفسك العيل الاوروبي اذكى مني، ما تقولش الولد الامريكاني اذكى مني، ما تقوليش البت اليابانيه اذكى مني. مفيش سلاله اذكى من سلاله، مفيش سلاله اذكى، مفيش حد اذكى من حد. دي كلها نسب متناسبه. لكن كل درسك احنا قسمنا السلالات دي على حسب ايه؟ حسب المظهر الخارجي، حسب الشكل الخارجي، حسب الاسود والابيض والاصفر، واللي شعره خشن واللي شعره ناعم واللي شعره متموج واللي شفته رفيعه واللي شفته غليظ. قسمنا على حسب كده. مفيش سلاله اذكى من سلاله. هل انت كاتبها لي يا مستر؟ طبعا كاتبها لك في اول صفحه في الدرس اهي. السلاله البشريه تم تقسيمها على أسس ظاهرية فقط، بما تفسر لأن لا توجد سلالة أكثر ذكاء وأكثر عملا وإبداعا من سلالة أخرى. مفيش سلالة أذكى من سلالة. التقسيم بيبقى على الشكل الخارجي، يعني على الأسس الظاهرية فقط. تمام كده يا شباب؟ كده الدرس انا خلصته لك كلمه كلمه، رجعته لك بدل مره 2 و3. اتمنى تكونوا فهمتوه، وكده نكون وصلنا لنهايه حصتنا. اشوفك في فيديو جديد، درس جديد، حصه جديده. كان معاكم عوض فاضل، مدرس الدراسات من منصه نتعلم التعليميه. سلام.